هنا في المركز الإعلامي للانتخابات انطلقت عملية التحضير للدور الثاني من التشريعيات المبكرة التي ستدور نهاية الشهر الحالي. هيئة الانتخابات تعلن أنها على أتم الاستعداد لإنجاح هذا الاستحقاق رغم كل التعطيلات. حاولنا أنه نضع سياسة اتصالية جديدة تتلائم مع دور ثاني للانتخابات تشريعية، حيث أن الدوائر تكون أقل، المترشحين أقل، ويكون فما تنافس. الرئيس سعيد يؤكد مرة أخرى أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، ويصدر مرسوما لدعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، أمر أربك قيادات النهضة التي فشلت مرة أخرى بدورها في تحريك الشارع. قطار 25 مواصل والخارطة السياسية مواصلة مضيا للدور الثاني في الانتخابات التشريعية، وهذا يعني هو مسار 25 جويلية هو اللي مسح يعني منظومة العشية السوداء. إذا نحن لا رجوع الوراء. الزمن الانتخابي يوازيه آخر قضائي مثل بموجبه نور الدين البحيري القيادي في النهضة بتهمة تدليس جوازات سفر تونسية وتسليمها لعناصر إرهابية، قضية أخرى من القضايا المتورطة فيها قيادات النهضة تنضاف إلى قضايا الفساد والاغتيالات والإرهاب وتبييض الأموال. الماكينة التي صنعتها حركة النهضة داخل المؤسسات التي تحاول أن تعطل اليوم، ما يربكها هي أن هذه القدرة على حماية وتغطية كل هذه القضايا انتهت، وبالتالي أصبحوا مكشوفين. ما يرعبهم هو كشف الحقائق. وسيتم تركيز البرلمان الجديد بداية شهر مارس أذار المقبل، ومن أوكد أولوياته النظر في قانون تمويل الأحزاب والجمعيات. لا شيء يوقف قطار تغيير المشهد السياسي التونسي واستكمال مشروع الرئيس سعيد عبر تركيز البرلمان الجديد وإغلاق فترة حكم الإخوان الذين صاروا يواجهون أسوأ زوبعة قضائية وسياسية عصفت بوجودهم في البلاد وفق المراقبين. وليد عبد الله، الحدث، تونس.